سلام، أنا جاية النهاردة أغير وجهة نظركم عن البانكيك وهنعمله بأبسط وبأسرع وأسهل طريقة، وكمان مكونات موجودة كلها في البيت. يلا بينا على الخلاط. هنحط بيضة من التلاجة عادي، وكمان هنحط عليها رشة من الفانيليا ونضربهم كويس. وبعد كده هنضيف 3 معالق من السكر كبار، وبعد كده هنضيف نص كوباية من الحليب البارد وربع كوباية من الزيت، وكمان هنضيف كوباية من الدقيق وعليها رشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر لغاية ما نوصل للقوام ده. ولو القوام تقيل معاكي حطي شوية حليب لغاية ما القوام يوصل للشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده هنضيف الطاسة على النار وفيها مسحة زيت بسيطة وننزل بعجينة البان كيك. وممكن نعمل البان كيك ميني بان كيك وبيج بان كيك عادي، مفيش اي مشكلة. انا عملت الطريقتين وبجد يا جماعة طعمها حلو جدا، والعجينة مش محتاجة لخميرة ولا فرن ولا مقادير كتيرة، وبتفضل على النار لغاية ما تاخد اللون الذهبي التحفة ده. وزي ما انتوا شايفين كده بجد طعمها حلو قوي وشكلها حلو قوي. وممكن تستخدموا حشوات حادقة وممكن تستخدموا حشوات حلوة. انا استخدمت السيرم بتاع البانكيك. بجد يا جماعة طعمه حلو قوي، وبجد هتبطلوا تطلبوها من بره، لازم تجربوها على طريقتي. وما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب، وكمان تعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له في اي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.